يسعد مساكم حبايب قلبي الحلوين واخواتي، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الجميع. اليوم الوجبة تبعنا راح تكون المعروق السوري. بلش بالمقادير. عندي انا هون كيلو من الطحين، وقايم منه انا كاسة شان وقت العجن بالتدريج نحطها شوي شوي. وعندي نص معلقة صغيرة حلبة، وعندي نص معلقة شمرة. طيب الشمرة هاي اختياري، اللي بيحب يحطها واللي بيحب لا. هي بتعطي نكهة وطعمة كتير طيبة للمعروق. وعندي حبتين بيض، وعندي كاستين حليب، وعندي معلقة كبيرة خميرة، وعندي نص معلقة معلقة صغيرة فانيلا، وعندي ظرف خميرة تاع الحلويات، وعندي 25 جرام زبدة، وعندي كاسة زيت صغيرة، وعندي 200 جرام سكر. هلا اول شغلة عندي هون انا معلقة الخميرة الكبيرة بننزل عليها حليب، ومندوبها بالحليب، ومنخليها 5 دقايق لحتى تتفاعل الخميرة. وهلا بما تتفاعل عنا الخميرة مع الحليب، عندي هون حبتين البيض ننزل عليه هون بالزبدة، وننزل عليه هون بالفانيلا، ننزل عليهم ظرف الخميرة الكيميائية، وبننزل عليهم بكاسة الزيت، وبننزل عليهم بشوية حليب. طبعا ما بنحط الكاسة كاملة، بنحط نص منها وبنحركهم. طيب الحليب اخواتي يكون دافي، ما لازم يكون سخن كتير ولا بارد، حاولوا الحليب يكون دافي. طبعا بعد ما خفاناهم بهذا الشكل ننزل عليهم بالسكر كمان شوي شوي ومندوب، بحيث كلهم يصيروا شقفة واحدة. وهلا اخواتي بنخلط الحلبة مع الشمرة مع الطحين، خلطهم كلياتهم سوا. طبعا بعد ما خلطناهم هيك بننزل بنجيب كاسة الخميرة تاع الحليب، وبننزل فوقهم منهم. شايفين اخواتي شلون تفاعلت الخميرة؟ ونحركها مع الطحين. وبننزل بالبيض تبعنا والحليب اللي حطيناهم كمان بالتدريج اخواتي، ونبلش نعجن. نزل عليها شوي شوي. هاي اخواتي بدها عجين كتير كتير منيح، يعني قد ما بتحسنوا لازم تعجنوها، تعملوا معا منا درس رياضة. حتى شوي وبنعجن. نرجع نكت شوي تاني، كتهم كلهم. ونبلش فيها عجن. طيب بعد ما عجناها شوي هلا بننزلها على المجلة. اول شغلة عنا هون طحين، بنرش تحت منها طحين شوي عشان ما تعذبنا. طبعا هاي الكاسة بنحطها شوي شوي. ونبلش فيها عجن.
طبعا بس الأول لزقت بإيديكم، يعني بشوية طحين بإيديكم لكون وبلشوا فيها عجن. شايفين اخواتي هذا الحي وين في طحين؟ هاي بدها عجين كتير. بهذا الشكل. وطبعا اللي عنده عجانة بيحطها على العجانة وبيعجن فيها، واللي ما عنده عجانة بيعمل درس رياضة مثلنا. إذا في عجانة أريح وأحسن، يصير معكم مثل ما بدكم. طبعا هيك شبه صارت عنا جاهزة. هلا بس بننعمها بشوية زيت. طبعا اخواتي ليك زاد هدول من الطحين، زادت نص الكاسة، ما استخدمناها كمان. والحليب زاد منهم شوي كمان، يعني حسب نوعية الطحين اللي عندكم تستخدموا، إن كان حليب ولا طحين. هلا عنا هون بننعمها بشوية زيت. كت عليها شوية زيت، كت على المجدة شوية زيت على ايدنا نفركها. طبعا بالكفوف ما انعجنت معنا مثل ما بدنا. وهلا بننزل تنعيمة بهذا الشكل اخواتي لمدة 5 دقائق. بنضل عم ننعم فيها لحتى تصير مثل ما بدنا. وهلا طبعا اخواتي صارت عنا جاهزة بهذا الشكل. شوفوا اخواتي، شايفين طرية محلاها. هلا بنكورها، كوروها بهذا الشكل اخواتي. جيب نفسها هي اللي عجلنا فيها، بنحط لها شوية زيت اخواتي، قلب منها شوية زيت بس عشان ما يلزق العجين مع الطاسة، وندهنها منيح. ندهنوها كلها اخواتي ونحط العجينة فيها وبنكمرها اخواتي منيح كل جيد لمدة ساعة. وهلا اخواتي بعد ساعتين، انا ريحتها ساعتين، شوفوا اختمرت وصارت جاهزة المعروف عنها. هلا بنلم العجينة تبعنا ونحطها قدامنا. طبعا هلا نحطها على المجدة، نقطة الزيت عشان ما تلزق معنا. وهي اخواتي اللي بيكون مستعجل، يعني اذا كنت انت بدك تسوي معروك ومستعجل، بتحسن بتشغل الفرن لمدة نص ساعة وبتطفي عليه، وبعد ما تطفي عليه تكمرها بشكل منيح للحي، بتحط للعجينة وبتحطها داخل الفرن لمدة نص ساعة. نص ساعة بتصير شو عندها جاهزة. هلا تقطيع. طبعا اللي بيحب المعروكة كبيرة بكبر الطقروصة، واللي بيحبها عادي صغيرة بيصغرها. احنا بنسويها بهذا الشكل اخواتي، ونقطعها بقطع متساوية. نحن لا بدنا اياها كبيرة ولا بدنا اياها صغيرة. شايفين 4 قطع. طبعا بنكورها. اللي بحطها شايفين اخواتي بهذا الشكل بنكورها، او بتحبوا تحطوها هون تعملوا لها تكوير. اخواتي شايفين بهذا الشكل نجمعها هيك من هون بنعصها هيك، شايفين، وبنرجع بنكورها بهذا الشكل. وهلا اخواتي صاروا جاهزين بهذا الشكل. هلا بنريحهم لمدة 5 دقائق بين ما نجهز الحشوة تبعنا. وهلا اخواتي العجوة عندي انا هون معلقتين جوز الهند مع معلقة زبيب، وعندي هون العجوة مع نص معلقة سمنة بلدية حيواني، وعندي شوكولا. اول شي تبع الزبيب، اي نوع قطر عندكم متواجد تحطوا. انا عندي دبس التمر، اللي عنده دبس العنب بيحط، اللي عنده دبس التين بيحط، المشمش بيحط. انا عندي دبس التمر، بلاقيها كثير طيبه بدبس التمر. بطلع معلقه دبس التمر اخواتي، شايفين بهذا الشكل. وبنخلطها
شايفين اخواتي صارت عنا بهذا الشكل. هلا بنجي للعجوة. مثل ما قلت لكم اخواتي نص مغرب سمن وعندي عجوة وبنحط لها رشة قرفة بهذا الشكل، رشة صغيرة بس قرفة تعطيها طعم كتير طيب. وبنجعكها بهذا الشكل، نعجنها كأنك عم تعجن عجينة. شايفين اخواتي؟ وعنا اخواتي هلا الحشوات صاروا جاهزين، وهلا وقت الحشي. طريقة حشي المعروك السوري. هلا طريقة الفرد. اول شي عنا الطاولة هاي ندهنها بشوية زيت عشان ما تلزق العجينة معنا وتريحنا بالفرد. وطريقة الفرد اخواتي سهلة كتير. شايفين اخواتي بهذا الشكل. بنبدأ اول شي بايدينا، عنا الشوربة. وهلا هاي راح نسويها بالعجوة. هاي العجوة راكم شايفين اخواتي. حاول قد ما فينا الرقة. شايفين اخواتي بهذا الشكل، وندور عليها العجينة. شايفين اخواتي بهذا الشكل. وهلا نجيب طرفين على بعض، ندخل هذا الطرف بقلب هذا الطرف اخواتي ومنلزق العجينة معه. شايفين اخواتي بهذا الشكل. نفس قطاعة العجين. شايفين اخواتي؟ نرسم الرسمة اللي بدنا اياها. شايفين اخواتي؟ شايفين بهذا الشكل. شايفين؟ ونحطها بالصينية تبع الشوي. طبعا الصينية بندهنها كمان شوية زيت بس لحتى نتأكد انه ما تلزق معنا بنوب بنوب بنوب. شايفين اخواتي؟ وبنحطها بهذا الشكل. هلا الثانية كمان نفس العملية اخواتي. هلا هاي كمان نحشيها عجوة. شايفين اخواتي؟ بدنا بترسموا هيك نروها ونحطها على العجينة تبعنا ومندور. طبعا هلا راح نعطيكم الرسمة جديدة. دورنا هيك. شايفين اخواتي؟ بهذا الشكل نمشي فيها. ما بنقطعها على الاخر اخواتي. شايفين؟ شايفين اخواتي؟ هيك. اللي ما عندهم هاي بالسكينة تحسنوا بالسكين، بتجيبوا سكينة بتقطعوها هيك بهذا الشكل اخواتي. بس ما بنقطع على الاخر ونخليها. شايفين اخواتي بهذا الشكل. صارت عنا شو رسمة جديدة. شايفين اخواتي بهذا الشكل. شايفين اخواتي بهذا الشكل. وبنرجع بنلفها. شايفين اخواتي؟ ندورها نفس اختها، نفس العملية. ندخل هاي بهاي ومنرصهم على بعض بحيث يعطونا الرسمة وبنحطها مع اخواتها. هلا عندي حبة بيض انا حاطط لها رشة فانيلا صغيرة، وعندي كمان نسكافيه شوي صغيرة. طبعا بنخفقهم كلهم مع بعض. نجيب هاي الخليط صار عندي جاهز. البيضة مع النسكافيه مع الفانيلا. هلا نبلش دهن على الوش. فرشاية صغيرة اخواتي وتبلشوا تدهنوها كلها بشكل منيح عشان تعطيكم اللون خرافي. هلا بنحط السمسم وحبة البركة على الوجه.
طبعا اخواتي هاي بالنسبة للفرن بتشغلوه من فوق ومن تحت شغال عندكم الفرن، وبتحطوها بالنص على درجة حرارة 200. وعنا هلا صينيتنا صارت جاهزة، لازم ندخلها على الفرن. شايفين اخواتي ما شاء الله شغلة ما شاء الله على الاول، شي بشهي. شايفين اخواتي؟